مرحبا أصدقائي، كيفكن اليوم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. جات لكم فيديو جديد وموضوع جديد. إذا جاهزين خلونا نبلش. أحيانا نركض بالحياة وبننسى نوقف لحظة ونحمد، ننسى نطلع حوالينا ونشوف قديش نحن عايشين بنعم. تخيل بس قبل 100 سنة الرسالة كانت تحتاج أسابيع لتوصل. اليوم كلمة بلمح البصر بتوصل لأبعد بلد. كانوا يمشوا مسافات طويلة ليوصلوا للنبع، ونحن بكبسة زر بيجينا مي سخنة وباردة. بزمن الأمراء الليل كان مظلم، ونحن هلأ بضغطة صغيرة البيت بيصير نهار. يمكن ما عنا قصور مثلهم، مو أغنياء مو أمراء، بس نحن عايشين بنعم الأمراء. زمان ما عاشوا. عنا هاتف نلتقط فيه لحظاتنا، طعام جاهز خلال دقائق، سرير دافئ آخر اليوم، إنترنت بيجمعنا بأشخاص منحبهم ولو كانوا بآخر الدنيا. بس المشكلة مو بالنعم، المشكلة بالعين اللي تعودت وما عاد تشوف. صرنا نشوف الناقص أكتر من الموجود، ومنقارن حياتنا بحياة غيرنا وننسى نطلع شوي شو بين إيدينا فعلا. يمكن ما تحقق كل أحلامك، يمكن في وجع مسؤوليات وتعب طبيعي، بس رغم هيك في أشياء صغيرة لو ركزت عليها راح تكتشف إنك بخير أكتر مما كنت مفكر. بيت بيحميك نعمة، ناس بيحبوك نعمة، جسد عم يقدر يتحرك ويقوم نعمة، صوتك، عقلك، ضحكتك، قدرتك تتعلم، كلها نعم. غيرك بيتمنى وحدة منا بس. أحيانا كل اللي بخلي أيامنا أتقل هو العادة، مو نقص النعم لا، بل إنه تعودنا عليها لدرجة ما عاد نحس بقيمتها. نصحى ومننام ونفس الأشياء حوالينا، بس فجأة لو غابت وحدة صغيرة منه نعرف كم كانت كبيرة. جرب يوم ينقطع فيه الإنترنت، بتعرف قديش التواصل صار جزء منا. جرب كهرباء تنقطع ساعة بالشتاء، بتعرف نعمة الدفى اللي ما حسبناها. جرب مرض بسيط يعطلك يومين، بتعرف نعمة الصحة اللي منمر عليها مرور الكرام. نحن مو ناقصنا نعم، اللي ناقصنا نلتفت إلها، نحتضنها ونشكرها. لما نقارن حالنا بغيرنا من الناحية اللي بنقصنا فيها طبيعي نحس بالحياة ضيقة، بس لما نقارن باللي عندنا رح نشوف إنه الخير حوالينا أكثر مما نتوقع. يمكن مو قادر تشتري كل اللي بدك إياه، بس بتقدر تاكل وتشرب وتنام بأمان. يمكن ما عندك الشخص اللي بتتمناه، بس عندك ناس واقفين معك بدون شروط لو دقيت بابهم. يمكن عملك مو حلمك، بس عندك فرصة تكافح وتغير وتحلم، والحلم بحد ذاته نعمة. الامتنان مو انك تتجاهل الألم، ولا انك تنكر التعب او الظروف. الامتنان انك تحط الضوء شوي على الجانب المشرق ليوازن الظلمة، مو ليلغيها. لما تتذكر الموجود مو الناقص بتخف المقارنات وبتهدى الروح، وبتصير الحياة أبسط وأقرب للقلب. إذا طلبت منك تكتب نعمة واحدة بحياتك ممتن لها لليوم، شو بتكون؟ اكتب لي بالتعليقات وخلي غيرك يتذكر نعمته كمان. حبايبي هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى ينال إعجابكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك، تعليقات حلوة مثلكم. اكتبوا لي شو هي المواضيع اللي بتحبوا نطرحها بفيديوهاتنا الجاي. لا تنسوا الدعم، وانتظروني بفيديو جديد أقوى وأحلى. بحبكم كتير.